اهلا سي عبد القادر. الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا. وهاوي لجميع التحف وبالاخص هاد الطوابع البريديه. شحال هذه وانت كتجمعهم؟ تقريبا شي 40 سنه ولا اكثر كاع. دابا عندك الكوليكسيون ديال لي تامبر شي شويه مخلطه، درتي خلطتي شويه الفرنسيين مع الاسبانيين مع المغرب. نورمالمون كوليكسيون كيخصك تتبع اوروبا فرنسا بوحدها، المغرب بوحدو، وتكون كومبليت باش تكون عندها قيمه. شوفي لا فوزيه. نعم سيدي. انا في نظري باغي نبيع انا هذا كله. باللي فيه يصاوب راسو هو اللي غادي يعاود عندك الحق الاول. عندك الحق. الله يرضى عليك. دابا فهمتيني. واش غادي نقولوا للسي عبد القادر؟ واش غادي نقولوا للسي عبد القادر؟ واش 1000 درهم تقدك؟ نعم. 1000 درهم تكفاك ولا جاتك؟ بالنسبه لك زعما انت في نظرك 1000 درهم تكفي؟ عرفتيش علاش؟ لا ما عرفتيش علاش، حيت قلت لك ماشي كومبليت لا كوليكسيون ديال كل ماشي متكامله، ماشي كامله. هي انا غنديهم نعاود نقادهم ونجيبهم. خاصك تكمل كوليكسيون كلها ديال هي ماشي هي اللي كتشري امريكا ديال اي بلاد، خاصها تكون عندك كامله. ماشي زعما كل لا ماشي، حيت غادي دير كلشي مخلط ما غاديش يعطوك واحد الثمن مناسب. شوف هي عطات ثمن تقديري، ماشي هي اللي غادي تشري. انت غادي نعطيك هذا الباس وغتمشي لقاعه البيع وتحضر المزاد، ويا ربي يعطيوك داك الثمن اللي بغيتي، وكنتمنى لك حظ سعيد. وبعد نقاش واخذ ورد، عبد القادر رفض يتوجه لقاعه البيع واختار انه يرجع يرتب مجموعه الطوابع البريديه ديالو باش ترتفع قيمتها وربما يرجع مره اخرى. على العموم شكرا لك عبد القادر،